عليكم ورحمة الله عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، واجعل يا رب مصر واحة للأمن والأمان، وسدد خطى القائمين عليها. هكذا مشاهدينا الكرام بفضل الله وتوفيقه نقلنا لحضراتكم صلاة الجمعة من هنا من مسجد سيدي عبد الرحيم القناعي بمحافظة قنا بمناسبة العيد القومي. حبايبي الغاليين عاملين ايه؟ وحشتوني بجد من اخر فيديو نزلته معاكم، وحشتني الروتينات معاكم. راجعه لكم بقوه بقى ان شاء الله كده وبحماس. النهارده بقى روتين على السريع زي ما عودتكم. ببدا بقى بغرفه النوم بتاعتي قبل ما بخرج كده. اول ما بصحى وبفتح عيني لازم بقى كده اخرج واخلي الاوضه يعني السرير بقى على سنجة 10، ولو كان في اتربه على سطح الكومود على سطح السرير بنضفها كده على السريع، كل حاجه على السريع على السريع، بحيث بقى ان انا اقفل الاوضه بتاعتي وبرجع لها بقى على اخر اليوم بقى تكون بقى نظيفه وزي الفل. لو انتي الاول مره بتشوفيني، انا نور عبد الواحد، فضلا وليس امرا. ما تنسيش تشتركي في قناتي علشان القناه تكبر ان شاء الله كده. برحب جدا جدا بالمتابعين الجداد المشتركين الحلوين اللي شرفوني نورتوني حبايب قلبي على دماغي وعلى عيني من فوق. ربنا يا رب يديمكم نعمه في حياتي. برضو كنت عايزه اقول اللي كل الحبايب اللي بيسالوا عليا، ربنا يخليكم ليا يا رب وما يحرمنيش منكم ويديمكم نعمه في حياتي. زي ما كنتوا كده شفتوا في بدايه الفيديو، النهارده كان يوم الجمعه. روتين بسيط وسريع على السريع كده، وهنعمل مع بعض الأكلة الشعبية المصرية الأصيلة. أكلة على السريع برضو. طبعا يوم جمعة بقى وزحمة وداخلين برضو على الأيام المفترجة الصيام والكلام ده، فاحنا بقى بنغتنم الأيام دي، عايزين نعمل أي أكلات سريعة وخلاص. فطبعا ربنا يا رب كده يكون في عنا ويعيننا جميعا. تابعوا معايا الفيديو للآخر هتلاقوا بقى يعني انا متاكده ان كنتوا هتستمتعوا بالفيديو. وهنا بقى الاوضه كانت معايا زي الفل كده ومتظبطه معايا، ما كانش بس فيها غير السرير، وكان فيها الخدة ديات عايزه تتظبط بس كده. وكان ده الشكل النهائي بتاع الغرفه بتاعتي. طبعا خلصتها في ثواني وخرجت، دخلت بقى الحاجه الاساسيه بتاعتنا اللي بنعملها كل يوم، المطبخ. طبعا قلت اما احضر معاكم برضو واشارككم الفطار بتاعي على السريع. هنا برضو كان في لبن وحليب معايا، كان عايز يتغلي. كان نفسي في كوبايه قهوه جدا جدا بصراحه، فطلعت كيلو من الحليب. وقلت اما اعمله اغليه، وبعدها بقى اعمل كوبايه قهوه بقى تظبط الدماغ. وهنا بقى العيال بقى قلت اما افطرهم، واكله برضو على السريع. حبايبي برضو مش لازم بقى الفطار بتاعنا يبقى بقى، عايزه اقول لكم يعني كذا صنف. احنا من النوع اللي مثلا يعني بيكتفي بصنفين 3. معلش يا حبايبي بس كنت بفتح الباب. بس بقول لكم يعني ان احنا مثلا صنفين 3 وخلاص كده، وكان الله بالسر عليم. فطبعا اهم حاجه بس الصنفين دول يكونوا طبعا فيهم يعني غذاء كويس وفيتامينات كويسه، بحيث ان الاطفال برضو العيال واحنا برضو جسمنا يستفاد بالفيتامينات كلها. هنا طب هتعملي ايه نور النهارده الغدا؟ هعمل معاكم احلى طبق بصاره، اكله شعبيه اصيله هتعجبكم جدا. تابعوا معايا الفيديو للاخر، وما تنسوش اللايك يا بنات، دوسي لي اللايك دلوقتي قبل ما تسمعوا الفيديو للاخر. هنمسك بقى بصليتين حلوين كده على حله على النار، وهنحط بقى معلقه كبيره من السمنه البلدي، وهنسيح السمنه كده، وهننزل بقى بالبصل المفروم، وهنعمل بقى التكايه الحلوه اللي تطلع معاكي الفول المدشوش. يعني طري جدا، والبصاره طعمها جميل جدا. بس كده، وهننزل بقى بالبصل اهو. كنت بقول لكم برضو كل سنه وانتم طيبين يا حبايبي على الايام المفترجه اللي احنا فيها. ان شاء الله كده ربنا يا رب يدوم علينا الايام بالخير والصحه والبركه، والبركه في البيوت ان شاء الله كده، وعيد اضحى سعيد علينا وعليكم. وعايزين نغتنم الايام اللي جايه دي طبعا بالذكر والدعاء والصلاه والاستغفار، بالحاجات الجميله جدا، عشان الاعمال كلها هترفع باذن الله الى الله طبعا. واحب الاعمال الى الله طبعا بتبقى يعني ايه بنقدمها واحنا صايمين. طبعا ما تنسوش يوم عرفه
الصدقه، كتروا من الدعاء والاستغفار والذكر. يعني الايام اللي جايه دي اغتنموها يا بنات بجد، وان شاء الله كده ربنا يا رب يتقبل مننا صالح الاعمال. هنا بقى كان الفطار بتاعي بسيط السهل دوت، شويه بطاطس متحمرين مع شويه جبنه بالطماطم مع شويه طبق بقى فيه كانتالوب. وهنا بقى ما تنسوش نسيت هنا اقول لكم ان انا كنت غيرت رايي وعملت شاي بلبن ابدال كوبايه قهوه. قلت اما افطر يعني بشاي بلبن، خاصه ريان كمان بيحب الشاي بلبن قوي يا بنات. انا عارفه انه مش افيد حاجه، بس بصراحه طبعا ما فيش غنى عنه. بيفتح النفس، وفي نفس الوقت برضو بصراحة بحس انه يعني بيبلع يعني اكتر مما هو يعني بيدي مزاج كده وكيف كده حلو. بس كده. وطبعا زي ما انتوا شفتوا المطبخ معايا متبهدل والدنيا متبهدله، قلت اما افطر كده ونغير رقنا وهنرجع للغدا بتاعنا. البصاره بتاعتنا الجميله السهله البسيطه اللي هتنبهروا بالنتيجه بتاعتها. طبعا زي ما قلت لكم كده خلصنا الفطار ورجعت بقى هنا كنت نزلت الفول المدشوش على البصل وشوحتهم ونزلت بميه سخنه لحد ما حسيت ان الفول المدشوش استوى معايا. وبعدها نزلت بقى بالخضره، حزمه بقى كزبره على شبت على بقدونس اللي هي خضره المحشي يا بنات. اوكي، خرطتهم طبعا او قطعتهم ونزلت بقى هنا على الفول المدشوش. وطبعا فايده ان انا شوحت الفول المدشوش مع البصله يا بنات بصراحه ادتني طعم غني جدا جدا، وكانت تيست عالي قوي بصراحه، علت التيست جدا. وهنزل بقى هنا بالبهارات بتاعتي، معلقه كبيره من الكزبره الناشفه. وهنا برضو انا سبت البصلايه دي على جنب، نص البصلايه دي على جنب. وطبعا قلت اما هحط برضو فلفل مقلي يبقى جنب اللهم صل على النبي يا بنات، جنب البصاره. اوكي، طبعا الطاسه بتاعتنا اللي موجوده في كل بيت انا ما بستغناش عنها بصراحه، بحبها جدا، بتشيل معايا كميه محترمه. وهنا بقى نزلت بالبصلايه قطعتها جوليان او جوانح، ونزلت بقى هنا بيها على شويه دقيق حلوين كده، هعفرها بشويه دقيق او هقلبها في شويه دقيق بس هنا لحد ما كلها تتشبع بالدقيق يا بنات. وهنزل بمعلقتين حلوين نشا. طبعا فايده النشا انت تعملي هنا يا نوره هنا بقى هقليها وهحطها بقى هجرنش بيها الطبق. زي ما انتوا عارفين البصاره بقى اللي بتقدم بقى عند بتاع الفلافل بتتقدم كده بشويه دقه كده فوقيها، فانا هعمل الدقه دي من فوقيها كده بصلايه كده متحمره زي بتاعت الكشري. بس هنا بقى الفلفل بتاعي استوى واتحمر وهحطه بقى هركنه جانبا، وهنشوف بقى هنعمل ايه تاني. عايزه اقول لك البصاره يا بنات اكله شعبيه اصيله فعلا، بتاكل جدا ما شاء الله يا بنات، وطعمها اقسم بالله العظيم اعتمد الطريقه تعجبك جدا جدا. هنزل بقى هنا بكام فص توم كده هدقهم. وهنا بقى زي ما انتوا شايفين حبايبي انا بصراحه واقفه مش حاطه في دماغي ان انا عايزه ابهدل كذا حاجه يعني، بس كده. فانا خلصت البصلايه، معلش يا بنات بفتح الباب لابني. وبعدها بقى هنا نزلت بقى بعد ما استوت. عايز ايه يا ريان؟ طيب اطلع. معلش يا بنات سامحوني، اصلا انا بعاني بصراحه، ابني ما بيستنى ان انا اجي اسجل ويجي بقى يتكلم. فهنا بقى بعد ما خلطت الخليط كله يا بنات بتاع الفول المدشوش مع البصل مع التوابل مع الثوم ومع الفلفل طب روح لخالته جوه وخليها تلبسه لك. لبسي ده انا بسجل. اوكي يلا. بعدها بقى يا بنات نزلت بقى ب3 معالق او 4 معالق كبار ملوخيه ناشفه، وبس كده يا بنات قلبتها مع الفول المدشوش اللي خلطته في الخلاط، وهسيبه بس ياخد غلوه تاني على النار بحيث ان الملوخيه برضو تاخد السوا بتاعها المظبوط. وهجيب طاسه حلوه كده ومعلقه كبيره محترمه من السمنه البلدي، وهنزل بقى عليها بشويه توم حلوين كده. كتري التوم كتري وبلاش تستخسري. طبعا البصاره اساس التوم والتوم اساس البصاره، يعني ما بيستغنوش عن بعض. عايزه بقى برضو اتعلي التست جدا جدا بتاع الطشه بتاعتك، حطي معلقه كبيره من الكزبره الناشفه مع التومه، خليها تتقدح حلو كده وانزلي بقى بيها على البصاره. وشايفين دي التكه الاخيره دي طبعا حطيتها بقى مكان مطرح
التومه. وكانت ده الشكل النهائي بتاع البصاره معايا. عايزه اقول لك اقسم بالله يا بنات انبهرت بالنتيجه، وقوامها حلو جدا وتقيل. ولو عايزه تخففيه عن كده خففيه. و آه شكلها بصوا يعني كان بيتحدث عن نفسه. وده بقى كان الشكل النهائي بتاع الطبق بتاعنا النهارده. وده كانت الغدوه البسيطه بتاعتي. مش شرط نعمل مليون طبق كده ونعمل ونبذر ونهدر كده في الاكل. يعني عايزه اقول لك بصي نوعين حلوين او نوع وجنبه شويه مقبلات كده. وكان الله بالسر عليم. والف هنا وصحه على قلوبكم حبايب قلبي. الف هنا على كل اللي ضاقوا. وده بقى كان البصل معايا شايفين يا بنات. تكت ان انا حطيت معلقتين نشا كرملت لي البصلايه وما خليتش البصل يشرب زيت معايا. اديكوا شفتوا انا قليت بشويه زيت يعني لا يعدوا. فهنا بقى حطيت معلقه من الشطه او البابريكا. لو انت مش حابه الطبق سبايسي يعني حطي بابريكا. فانا هنا برضو حطيت شويه من الكزبره. وطبعا كان البصل برضو ادى طعم وتست عالي قوي قوي. عايزه اقول لك اقسم بالله يا بنات انا اكلت صوابعي وراها شايفين. وكان شويه بصل حلوين كده حطيت عليهم شويه خل مع شويه زيت وظبطت الملح بتاعهم مع شويه فلفل شطه مع شويه فلفل رومي مع شويه بتنجان. ودي كانت بقى السفرة. مش هقولك السفرة دي كانت الأكلة البسيطة بتاعتي. أتمنى أن الفيديو يعجبكم. أتمنى أن يكون نال رضاكم. أتمنى أن أكون ضيفة أو يعني خفيفة على قلبكم. ما تنسونيش من دعواتكم. ما تنسونيش من اللايك يا بنات بيفرق جدا جدا. ما تنسيش اللايك والشير للفيديو لو انت شايفة ان الفيديو عجبك. مش ناقص ولا حاجة غير رغيف بلدي كده وسمي بسم الله وكلي احلى طبق بصاره وبالف هنا وصحه على قلوبكم. ما تنسونيش يا حبايبي من اللايك. وهسيبكم دلوقتي في حفظ الله مع الطبق الجميل اللي انا انبهرت بيه. هسيبكم في حفظ الله. السلام عليكم ورحمه الله. كانت معاكم نور عبد